مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ احنا في حلقة جديدة من حلقات البودكاست. سهرة جديدة معانا. ازيك يا فاطمة، عاملة ايه؟ كله زي الفل. كله حلو. انا عايزه اعرف م-م-م. ما هذا الجو. ما هذا الجو؟ ما هذا الجو بيعمل فينا بسطرة. يعني ما هذا شوية ساقع جدا ومطرة، وشوية سخن جدا، وزي ما انتم شايفين كده. بالظبط. فيعني يوم بعد حر. اذنك اثبت على حاجه لو سمحت بليز. يعني بلاش 4 فصول السنة في اليوم دي او في الاسبوع. هيجيلنا أو في حاجه يعني 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 هنتبستر. بالظبط. سخن على الساقع هيحصل لنا حاجة مش لطيفة. انفكشن في البرودكشن بالظبط كده. بالظبط. قولوا لنا انتوا عاملين ايه في الجو ده، وربنا يحفظنا جميعا. معانا المواقف اللي انتوا تبعتوها لنا، المواقف الغريبة والمواقف المضحكة. يلا بينا نشوف ايه المواقف اللي معانا. كلنا يلا بينا. طيب الملياردير. نجي بقى اخر حاجه دلوقتي ملياردير ولا في حاجه بعديها؟ انا ما اعرفش. مش عارفه يعني لو في حاجه بعديها وما ايه اخبار الارقام اليومين دول؟ نجيب ساويرس بيقول لنا ايه، كاتب اعتقد ده بوست او تويت او حاجه زي كده، بيقول اكبر مبلغ خسرته في حياتي 500 مليون يورو كمان باليورو مش بالمصري. أيوة. ده اكبر الا دول يعمل لهم كده. الا دول احنا ممكن نتحسر فيها الارقام دي ويجيلنا بالظبط. يعني 500 مليون رورو. ده الكلام ده كان في 2008. الانهيار الاقتصادي بتاع 2008. وزعلت ساعتها لدرجة اني فضلت طول الليل صاحي لحد الصبح وما نمتش ليلتها. اوكي. طيب في حد بيرد عليه بيقول له فضل طول الليل صاحي، انا تليفوني لما جاب شاشة اغمى عليا 3 مرات. بصي شتان يعني بالظبط. يعني كل يغني على ليلى. يعني ما كل واحد وحسب الصدمة بيستوعبها ازاي. كل واحد وظروفه. ايوه. طيب الموقف اللي بعد كده، علي محمد بيقول لنا ايه، عيانة نايمة. مش هو في معانا انجلش في الموضوع سباينال، يعني نايمة على ظهرها. سباينال، اوكي. وبنعمل عملية. اوكي. في رجلها في نص العملية، بقول للي معايا عاوزين نرفع رجليها، قامت رافعاها من نفسها. ده في حاجات بتخض في العملية. عاوزين نرفع رجليها، راحت العيانة رافعة. سلام قول هي جزة ولا ايه؟ دكتور التخدير بيقول له بقى ايه، طب الحق انا اصلي العصر. حرفيا لان هي لو سمعانا هو انت نيمتها ولا ايه، ولا ما نيمتهاش ولا هنعمل ايه؟ احنا شغالين في المريضة وهي صاحية. المريض مات مننا 3 مرات. طب الحق انا اصلي العصر جري. انت عارفة بالظبط. سمعت معلومة من قريب ان اي عملية تمام ما في اي تخصص في اي حاجة، طبعا ربنا يحفظ الجميع، انه دكتور التخدير هو اللي ماسك اوضه العمليات. هو بيبقى المايسترو. في كذا حد يوتيوبرز بيحكوا قصص وكده، بيحكوا عن العمليات اللي هي التجميليه اللي هي ملهاش مش ضرورة طبية، يعني مش عملية مش لازم علشان صحة المريض، هي عمليات تجميلية عشان بالزبط. الشكل والحاجات دي بالظبط. بيحجزوا الدكتور التجميلي او whatever، هو اللي بيحجز غرفة عمليات، ودكاترة التخدير بيبقى عندهم السنتر بتاعهم اللي تروحي تعملي في العملية وكده. من حق دكتور التخدير يراجع الحالة بعد الدكتور، يشوف دي 30 سنة عندها كذا المعلومات الفايل بتاعها وبتعمل والمعلومات والحاجات دي والبريب بتاعها التجهيز. ما بتاكلش بقى لها مثلا 24 ساعة الكلام ده كله، تجهيزات قبل العملية والكلام دكتور التخدير لو لقى حاجة غلط
في المعلومات دي تتعارض مع العملية، من حقه يرفض العملية، والدكتور العظام او الجراحة او whatever اللي هيعمل العملية ملوش حق يعترض. ملوش حق طبعا. لان بيقولك ايه، انا اللي هنيمه وانا اللي هصحيه. ايوه تمام. فده لازم تستلم مني. اسلمك دي تسلمني دي بعرفه. ايوه. لان انت في الاخر قانونيا، لما انا دورت ورا الموضوع لان انا ما فهمتش، يعني انا قاعده بتكلم مع دكتور الجراحه مثلا 60 مره رايحين جايين نتناقش في العمليه، بس دكتور التخدير اللي مسؤول عن التجهيز مع الممرضين قبل العمليه، فانت تقعدي تجهزي وتتفقي شهور، وتيجي يوم العمليه الدكتور التخدير يقول ممكن يوقفها لانه ممكن يلاقي حاجه بالظبط ما يلاقي معلومه غلط. فهم بيبقى مسؤوليتهم عاليه جدا، يعني هم لازم قبل ما يخرج من اوضه العمليات يتاكد ان المريض صحي يعني فاق، بس انت خلاه الفاق من البنج وكله تمام. طب يلا سلام انت. بالظبط. قانونا لو اي حاجه غلط حصلت في العمليه، ده الدكتور التخدير اللي بيلبسها بالظبط، لان انت ازاي سمحت للحالات دي تخش تعمل 1 2 3. فبيبقى عليهم لود جامد جدا. ده البص في اوضه العمليات صح. ما حدش يراجع وراه، كل الممرضين بيسمعوا للراجل ده. لان احنا ده اللي منيمه وده اللي يصحح. هم يستنوا يبدا المريض يخطرف كده. اللي هي بقى الحاجات اللي بيقولها بتبقى كل الناس مستنيين، هو بيقول الحاجات اللي بيبقى مخبيها على مراته او اللي طبعا هو الموضوع مش كده يعني، بس مش الدرجات دي يعني. بيبيعوا بالحاجة. هو بيقيسوا على المونيتور، بيبقى فيه ليفل معين من الاكسجين وثاني اكسيد الكربون وفي الدم ونبضات القلب، بيبين ان ده تخدير، ولما يفوق من البنج بس لسه نايم بيبان على المونيتور بالظبط. يعني نايم يعني ومتخدر على المونيتور بتبان. ففكرة الدكتور اللي هو التخدير ده فكرة عميقة جدا، ومحدش على فكرة يعني بيجري وراها او بيدور عليها، والناس حوار طويل. الناس دي حقها مهضوم، مع ان هي بتعمل حاجة صعبة جدا يعني في قمة نسبة كبيرة من فلوس العمليات ما بتروحش لدكتور الجراحة، بتروح لدكتور التخدير والتمريض، لأن بيبقى فيه دكتور واحد بس 20 تمريض واقفين بالظبط. فدول دول المهمين. بيتابعوا الحالة برضو، لأن التمريض مهم جدا بعد العملية، بيحسن بيخليها تفوق أسرع وتخلص أسرع وتخرج أسرع. ودكاترة والتمريض لو هم مرضوها صح وخدت الأدوية في مواعيدها صح والحاجات دي. والتمريض جوه أوضة العمليات بيعملوا كذا حاجة. يعني مش إن هي واحدة واقفة جنب الدكتور بتطبطب على بتمسح له العرق من على قرطه. شو العرق يا عيني بقى، ما بتعملش كده. هما بيجيبوهم عند المعتاد يقول لك ايه، ناوليني مش عارف، عامل زي اللي هو بتاع الميكانيكي مفتاح 9. هو ده بالظبط، هو كده بيناولوا الحاجات وتفضل بقى الطبطبه كده يعني يا عيني شمعة تحترق. تمريض موزعين في بلد بيعملوا حاجات اهم من كده بكتير على فكره. ايوه مش مدينهم حقهم. فده مش يلحق صلاه العصر، يتوفى يجري يعني الى رحمه الله، يروح يدعي هناك ان المريض يبقى كويس وما يحصلوش حاجه، لان هو اللي هيتحبس، هو اللي هيشيل الليله دي كلها. ايوه هيصلي تراويح مش عصر بالظبط. كل ما يخلص وحد يندهله الله اكبر. طيب يلا نخش على الموقف اللي بعده. في حد بيقول ايه، ده دكتور برضو، واحد جالي العيادة بمراته اعمل لها شغل في اسنانها، والدنيا مشيت تمام. بعدها بشهر كده جالي ومعاه واحدة تانية اكبر في السن شوية، ففكرتها قريبته او اخته، فبقول له اضيف حسابها على ملف المدام وخلاص، بدل ما اعمل لك ملفين في العيادة. طلعت دي مراته الاولانية ومش معرفها انه متجوز، وانا اللي فضحته بذكائي. كويس جدا، عايزين منك كتير، يا ريت عايزين منك كتير.
لا والزوج ده يعني التفكير اوكي الدكتور انت جربته وطلع كويس، ما ناخدش مراتك الاولانيه ما نوديها نوحدش عنده. الدكاتره، ما نعملش كده. ما خليك فتن هنتفضح شويه. فضيحه بالجلاجيل. اذكر مره على موضوع يعني ان الواحد بيرمي معلومه ومطمن ان الطرف التاني هياخد باله وهيبقى لذيذ وتمام. هو هنا ما كان المفروض يبلغ الدكتور ان دي مراته الاولانيه، فانت ما تقولش قدامها اي مواضيع ولم الدنيا، وانت اعمل لها يعني عملها كمريضه عاديه، وانا اول مره اجي لك او ان انا جيت لك قبل كده لنفسي او حاجه. واخده بالك؟ كان بابا الله يرحمه كان رحنا مصيف، فبعدين بيقول ايوه كنا احنا بنروح قبل كده لوحدينا احنا والولاد بس، فالمره دي كنا واخدين معانا حماتي مامته مامته ايه بابا الله يرحمه. فقالت ايه جت معانا بقى قضينا الاسبوع مع بعض واتبسطنا وكل حاجه. جانا يوم رايحين اللي هو المكان اللي بنقعد فيه بالليل نسهر ونشرب شاي وحاجه ساقعه وعصاير، كافيه بقى لطيف كده وحلو. الراجل هناك عارفه خلاص وعرفنا كلنا لان احنا كل سنه بنروح خلاص تمام. فاحنا تمام هو عارفنا واحنا عارفينه، وازيك يا فلان اخبارك ايه تمام كله حلو كل سنه وانتوا طيبين وما اعرفش ايه، وكل سنه بنروح له خلاص عارفنا. فجه السنه دي خلاص راح رحنا ومعانا تيتا بقى معانا خلاص. فراجع نزل هو الصبح يشتري حاجات من السوق والكافيه جنبه، فعدى عليه قال له بالليل هجيلك ازيك عامل ايه كل سنه طيب ومش عارف ايه، فبالليل هنجيلك انا والجماعه ونسهر عندك زي المعتاد، بس معايا امي بقى خلاص. فبلاش بقى تقول لها شيشه، تقول قدامها بقى شيشه ومش شيشه، ما تجيبش شيشه وما تجيبش سيره كان بيشرب شيشه خلاص، فما تجيبش قصادها سيره الشيشه خالص، خليها في سرك بقى. قال له لا خلاص ماشي ولا يهمك وكله تمام خلاص. فاحنا رايحين بالليل بقى عادي داخلين قعدنا خلاص، وبعدين راح ما هو بقى تشربوا ايه، جه بقى قال لنا تشربوا ايه ومش عارف ايه وبتاع، ويقول لنا كل واحد يشرب ايه، وراح بقى بعيد هناك. وبعدين قال له يا استاذ فلان اجيب لك الشاي بتاعتك. يعني كمان بالصوت قدامنا كده من هناك بقى. بعد ما راح هناك خلاص يا استاذ فلان اجيب لك الشاي بتاعتك. يا عم ما تغروش ما تقولش قدام الناس دي جميله. قال لي كانوا اللي طب ما كان كده الدكتور ما كانش نفع بقى، يعني لو كان راح له قبلها كان قال له برضه ممكن ما كانش خلاص اللي عنده معلومه كده بيقولها. انا هخبي ليه هو انا. يبقى كده انت ما تروحش لنفس الشخص مرتين مع مراتك الاولانيه ومراتك الثانيه، عشان ولا حتى لما تقول له كده هيقولوا هيقول هتتفضح بالظبط. ماشي. طيب الموقف اللي بعد كده عمر بيقول بيقول يعني ينفع امسك موبايل الجزار الاقيه مسجلني استاذ عمر العجل الكبير؟ مبدئيا ايوه بتمسك تليفون الجزار ليه؟ مسكت تليفون الجزار. الجزار ليه يخص؟ انا استغربت، انا وقفت شويه قدام موبايل الجزار. أيوة. حتى قبل ما اقول طب هو انا مكتوب صح ولا انا اللي انا شايفاها غلط يا جماعه، ولا أيوة. انت مسكت موبايل الجزار ليه اصلا؟ يعني العمليه سنفصه ما بينكم انتوا صحاب قوي لدرجه ان انت تمسك موبايل الجزار. اوكي فهو كاتبك بقى استاذ عمر العجل الكبير. ماشي. طيب بترد عليه منى بتقول له احمد ربنا صاحبتي مهندسة ديكور متسجلة داليا شقة المهندسين. حلوة. هي وضبت شقة المهندسين الديكور، عملت الديكور بتاعها واحنا انبسطنا منها، فاحنا سميناها داليا شقة المهندسين. فطلعت عليها كمية الناس اللي بتسجل على الترو كولر اسامي، بتسجل الاسم الشخص بالحاجة اللي هو جاي عملها له، يعني جاي عمل لي شغل في الحتة الفلانية، سباك الحمام يكتبه، مش عارف كذا يكتبه، عمل حتة معينة عجبته يروح كاتبه بنفس الاسم. فكرني كانت صابونة
فكرني بالراجل اللي كان بيتصل بنور اخويا وكان بيقول له نور لقاه على الترو كولر نصاب اهبل وامه عارفه. ايوه صفه برضه، صفه يعني ما جراش حاجه والناس عارفينه بقى، فاللي هو كتبوا له نصاب اهبل وامه عارفه عشان كل الناس تعرف ان امه عارفه. بالظبط. فاحنا بنفضح الناس عادي يعني. ده احلى حاجه فينا والله العظيم. طب يلا الموقف اللي بعد كده. موقف حصل لك في الجامعة مش قادر تنساه. طيب أحمد بيقول إيه، كنا 7 أشخاص في المحاضرة ودخل الدكتور 7 بس، يعني فين بقية 7 في المحاضرة مش في فين بقية فين بقية الناس. كنا 7 أشخاص بس في المحاضرة ودخل الدكتور وقال أراكم 7 مثل أهل الكهف. فحبيت أهزر معاه وكنت لسه في أولى، فقلت له وسامنهم كلبهم. لا مش هزار، مش هزار يا احمد ده خالص. مش هزار. ده اللي هو انت، ده اللي هو انت قاصد مين بالكلام ده؟ انت تقصد مين؟ انت تقصد مين؟ انت تقصد مين؟ 3 سنين شايل المادة لحد ما نجحت بدرجات الرأفة من العميد. ما هو كان هيخليك كلبهم انت بقى. بالظبط. انت كويس ان انت 3 سنين بس شايل كويس ان هم 3 سنين بس. بالظبط. الموضوع ما كبرش. وجاي يا عيني في الاخر بقى اللي نجحوا درجات الرأفة بتاعت العميد. يعني كان محتاج امضة حد كبير في العيلة علشان امسك لسانك. تريث بلاش تبقى متهور. ماشي. موقف حصل لك مضحك بسبب لدغة. اوكي لدغة. وانا صغير كنت ألدغ في معظم الحروف تقريبا وكنت بقول على الكيكة تيتا. رحت لأمي قلت لها انا عايز تيتا، راحت ودتني عند جدتي. هو بيقول على الكيكة تيتا، هو راح قال لها انا عايز تيتا فودته عند جدته. فضلت اعيط واقول لها لا انا مش عايز تيتا دي، انا عايز تيتا اللي بتتاكل. في تيتا تانية بتتاكل؟ بتعملوها ازاي دي؟ بتاكلوا تيتا؟ اوعى. طيب الموقف اللي بعد كده بيقول ايه، جرجس وهيب. اوكي بصلي التراويح. بصلي التراويح. جرجس وهيب. طب احنا لما كناش قرينا الاسم كان ممكن نعديه عادي، بس احنا قرينا الاسم. ده لسه ده اول الحوار، امال هيحصل ايه بعد كده؟ يعني... طيب بصلي التراويح وواحد بيصلي جنبي كان كل ما يسجد بيدعي ان إسراء ما تتخطبش لحد غيره. طيب الراجل عنده هدف يعني مركز يعني هو في الدعاء، هو عايز إسراء. ايوه. يا رب إسراء ما تتجوزش حد غيره. طيب 11 ركعة نفس الدعوة، يا رب إسراء ما تتخطبش لحد غيره. طب زي الفل، الراجل موجه وعنده حلو جدا. مهمة. بيرد عليه بقى مينا منير بيقول له ابونا شاف البوست وبيدور عليك، لو عتر فيك هيفلقك. شو هم موضوع إسراء دلوقتي؟ صليت التراويح سيبنا من موضوع إسراء وعرفت ان هم 11 ركعة. وهو كل ركعة يدعي فيها يقول يا رب إسراء ما تتخطبش غيره. ابونا بيدور عليك، بس ابونا عرف. يلا بقى استلق وعدك. يعني حدد انت مع مين فيهم. بالظبط يعني مش هنعترض يعني انت ايه؟ تعالى انت معانا ولا مع الناس التانيين؟ بالظبط. عشان نفهم بس، عشان نفهم الدنيا ماشيه فين، عشان ننصحك بنصيحه كويسه. بالظبط. يعني ننصحك نقدر نفيدك. لو اي جرجس عايز نصيحه في الكومنتات
انا موجوده، ما عنديش مشكله. في جرجس وهيب وفي مينا منير، اي واحد عايز اي حد عايز نصيحه في التراويح اسئله معينه على التراويح احنا معاكم برضو. نجاوب عليك، مفيش مشكله. يحيى الهلال مع الصليب. بالظبط. ودي كانت اخر حاجه معانا النهارده. يا رب ان شاء الله تكون الحلقه بتعجبكم، وما تنسوناش بقى في اللايك والسبسكرايب والكومنت. في كومنتات جت. بالظبط. في كومنت، فزودوا الكومنتات. في كومنتات ادوني حلوه، ادوني شهيصوني كومنتات بقى ودلعونا كده. نشوفكم في حلقه جديده. باي باي. باي باي.